أهلا بيكم يا رجالة في حلقة جديدة من ملعب القهوة. لو فاكرين في الحلقة الأولى اتكلمنا عن تاريخ حسام حسن وروح العميد اللي ما بتخلصش، والنهاردة بنكمل كلامنا في الحلقة التانية اللي بنركز فيها أكتر على مشوار الجنرال وهو واقف على الدكة. في كرة القدم مفيش حاجة بتهزم مدرجات وتصنع التاريخ قد الروح. الكل حافظ تاريخ حسام حسن كلاعب، الهداف الأسطوري اللي مسكش بطولة إلا وشالها، والعميد اللي كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ أفريقيا. بس الحكاية الحقيقية اللي بنعيش طولها دلوقتي هي حكاية حسام حسن كمدرب، الراجل اللي مش مجرد مدير فني بيدي تعليمات خططية، ده عبارة عن كتلة طاقة وجرينتا بتتحرك على الخط، بينزل الملعب بقلبه وروحه قبل خطته، ودايما بيثبت إن العزيمة بتعوض أي نقص في الإمكانيات. لو رجعنا بالزمن لمشوار حسام حسن التدريبي هنكتشف إنه ما خدش السلم من أوله بالراحة، ده دخل في وسط النار على طول. من أول تجربته التاريخية مع نادي المصري البورسعيدي اللي عمل معاه ريمونتادا في الأداء والنتائج ووصل بيهم لنهائي الكاس والكونفدرالية، وتجربته مع الزمالك مرورا بالاتحاد السكندري وبيراميدز والإسماعيلي. في كل محطة كان حسام حسن بيعمل حاجة واحدة ثابتة، بيرجع في اللعيبة روح القتال وبيخليهم ينزلوا ياكلوا النجيلة عشان الشعار اللي لابسينه، وقدر يصنع لنفسه مدرسة تدريبية عنوانها الأبرز هي شحن الدوافع وإخراج 200% من طاقة أي لاعب يشتغل معاه. وعشان كده كان دايما نداء الجمهور المصري واضح في كل أزمة بيمر بيها المنتخب: إحنا محتاجين حسام حسن. لحد ما جت اللحظة التاريخية وتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر عشان يعيد بناء الهوية الشرسة اللي كانت بتميز جيل الفراعنة الذهبي. ومن أول يوم ليه كان واضح إن الرهان على الروح، واللاعب اللي بيموت نفسه في الملعب هو الرهان الكسبان. الراجل ده مش بيكبر لعيبة على حساب تيشيرت مصر، اللي هيقاتل هو اللي هيلعب، وهو ده اللي رجع لينا الجرينتا والغيرة على اسم البلد. ونتيجة بدأت تظهر وتترجم لواقع وأرقام قوية على الأرض في المشوار الأفريقي والعالمي. لو لغة الأرقام هي اللي بتتكلم هنا في ملعب القهوة، فحسام حسن قاد منتخب مصر لحد دلوقتي في 21 مباراة بجميع البطولات، حقق خلالها 14 فوز وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراتين بس. الأرقام تمتد كمان للقوة الهجومية والدفاعية اللي فيها المنتخب. الهجوم سجل 23 هدف بتنوع تكتيكي كبير، والخط الدفاعي شهد تحسن ملحوظ جدا مقارنة بالفترات السابقة، واستقبلت شباك مصر 8 أهداف بس مع الحفاظ على نظافة الشباك في مباريات كتير. الترجمة الحقيقية للأرقام دي كانت على منصات التتويج وفي التصفيات. فتحت قيادة العميد خضنا بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في المغرب، وقدرنا إن احنا نوصل للمربع الذهبي بأداء رجولي رجع للمنتخب هيبته في القارة السمراء. مش بس كده، الحلم الأكبر لكل مصري اتحقق رسميا، ونجح العميد في تأمين بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم عشان نرجع للمحفل العالمي من الباب الكبير وبأقدام رجالة حسام حسن. والمشوار لسه مكمل، وطموح الجنرال والجمهور ملوش سقف. الهدف اللي جاي مش مجرد مشاركة، الهدف هو كتابة تاريخ جديد للفراعنة في المونديال، والتحضير من دلوقتي لمنصات التتويج الأفريقية اللي جاية. حسام حسن المدرب هو نفس حسام حسن اللاعب اللي طار في شباك الجزائر سنة 89، ونفس القائد اللي شال كاس الأمم سنة 2006 وعنده 40 سنة. الروح ما بتكبرش وما بتتغيرش. بعد حسم التأهل للمونديال وتحقيق المركز الرابع في أفريقيا بالنتائج والأرقام دي، تفتكروا الجنرال هيقدر يروح للفراعنة لأبعد نقطة في كأس العالم ويحقق إنجاز تاريخي غير مسبوق؟ وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وشاركونا برأيكم وتوقعاتكم تحت في التعليقات هنا في ملعب القهوة. وشكرا لكم جميعا.